اهلا بيكم في فيديو جديد في ازاي تحفظ كلمات انجليزي كتير علشان تتكلم زي الاجانب. النهارده هنتكلم عن البرونانسيشن ده باختصار بسيط ان انت تنطق الكلمه. طب النطق ده مش مهم، يعني مش فارق معايا. لا بالعكس، هو مهم جدا. ليه؟ مجرد ان انت تقول حرف واحد بس غلط بتغير معنى الكلمه. طب ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا think sink think sink think دي معناها ان انت فكر، sink معناها يغرق. فانت مثلا لما تيجي تتكلم مع حد هتقول له I think، ده معناها ان انا بغرق، بس انت عاوز تقول له I think، فلازم تطلع اللسان بتاعك. طب اعرف الكلام ده كله ازاي؟ الموقع اللي انا هقوله لك ده او هقوله لكم بيبقى مفيد جدا ان انت تعرف 3 حاجات في الكلمه والبرونانسيشن بتاعها. البرونانسيشن، الستريس syllables والsyllables part of the word. طب ايه الكلام ده؟ pronunciation زي كلمة elephant، elephant. فعندنا 3 مقاطع للكلمة دي أول حاجة، ولما هاجي هتكلم أو أقول الكلمة هقولها elephant، مش هقولها elephant، ده غلط، هقول elephant. طيب بعد الكلام ده كله أنا هقدر أعرف إزاي بقول الكلمة صح أو غلط؟ هتقدر ان انت تعملها بحاجه بسيطه جدا، ان انت تمسك الموبايل بتاعك تعمل ريكورد بسيط لصوتك وانت بتقول الكلمه، وبعد كده تعمل مقارنه ما بين صوتك للكلمه وصوت الموقع وتشوف انهي احسن وانهي افضل. ولو بفضل اعمل اخطاء اسمع للكلمه تاني وادرسها اكتر. وده كان كل حاجه عن البرونانسيشن. استنوني في فيديو جديد هنتكلم عن الفورم.